الاتفاق عليها المسألة ديال أبناء الوطن، وهي مطالبتنا بمدرسة عمومية للجميع ومجانية التعليم. تلميذ اليوم هو موظف غد، إذا ندافع عن مدرسته العمومية واستمرارها. مدرسته الوطنية كما خدلات النقلات كنا كنذكروا الاتفاق اللي داروا معنا، على الأقل نذكروا على الاتفاقات الأخيرة، ما محتاجش نمشي للتاريخ البعيد. الجماهيرية ومبدأ الديمقراطية ومبدأ الجماهيرية والديمقراطية والاستقلالية. قلنا أنه ما وقع هو اختلاف في الرؤى، وهذيك الاختلاف في الرؤى كان واحد التشنج نظرا للضغط على المناضلين ونظرا للظرفية، وهذه لم تكن هناك أي خيانة. أي من باع ومن اشترى. كيف تكون هذه الخيانة؟ من خان لا يواصل النضال، اللي خان كتلقاه سلته ومشى بحالاته، خدا داك الشيء اللي خداه ولا داروا مع داك الشيء اللي داروا وزاد بحالاته. أما اللي مواصل النضال وباقي في الساحة فهذا غيور على التنظيم وغيور على الجسد. ما يمكنش أن اللي خان يكون عنده هذا الوجه هذا دابا يهضر معاك به اليوم. ما يمكنش أن اللي خان يوقف قدام ما غيكونش عنده حتى سيكولوجيا الفيزيونومي ديالو، كيفاش كيتكلم وكيفاش كيهضر غادي تبان عليه. اللي خان معروفين، اللي خانت هي الحكومة، اللي ما التزماتش بالحوار وما التزماتش بالمخرجات ديالو هي الوزارة، هي اللي خانت. اللي خان هو الذي لا يؤسف على لأنه مشى بحالاته على تمريره لمجموعة من المخططات التخريبية. اللي خانت هي الحكومة، اللي خانت هي الوزارة، هادو هما اللي خانوا. احنا ما خناش، احنا كنا عبرنا على الرقي ديالنا في الالتزام بما وقع في حوار ديال 13 ابريل. ولكن باش يخرج عليك شي واحد من مصالحهم ويتهمونا بالخيانة ويخرج الوزير ويسقف الحوار، فهادو هما من خان وهادو هما العدميين. أما المناضلين الشرفاء في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ماشي هما اليوم هربوا ولا مشاو لشي بلاصة ولا راه عندهم عمارات ولا راكبين على سيارات فاخمة أو لا فخمة، ما كنعرفش نقول السمية ديالها، فاخرة ولا. راه اللي خانوا هما اللي كانوا بالأمس كيركبوا على السيارات واليوم كيركبوا على سيارات فخمة. هذوك هما اللي خانوا العهد ديال المغاربة اللي عطاوهم، وخانوا عهد المغاربة اللي هي حكومات ولا حزب العدالة والتنمية، والذي ماشي الخيانة ديالو كانت غير اليوم، الخيانة ديالهم في الحوار الاجتماعي، الخيانة ديالهم بالالتزام مع الأساتذة المتدربين في 2015 و2016، الخيانة ديالهم بالالتزام مع النقابات. إذن فليسجلوا عليهم التاريخ الخيانة. أما المناضلين الشرفاء ديال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما زالوا مناضلين وما زالوا في الشارع. وشكرا لك. لا مسؤولة لسيد الوزير التي استفزت يعني عموم الأساتذة مما عجل ومما دعا المكاتب الإقليمية بمختلف بقاع المغرب إذا إصدار التعاقد. اليوم كما لاحظتم جيدا فالدول اليوم نظمنا كتنسيقية والتي تندرج في إطار تنوير الرأي العام المغربي وتنوير الشعب المغربي بمستجدات من البناء العادل والمشروع. تعلمون جيدا بأننا كتنسيقية دائما ما كنا على استعداد ودائما ما نظهر حسن النية لهذه الوزارة، وخير دليل على ذلك أننا يوم الاثنين يعني أو قبل من ذلك في المجلس الوطني الأخير في مدينة الرباط قمنا بتعليق الإضراب إيمانا منا بمنطق الالتزام، لكن صبيحة يوم الاثنين نتفاجأ بأن الوزارة لم تلتزم معنا فيما تم الاتفاق عليه مسبقا من خلال استئنافات العمل ومن خلال عدم صرف يعني الأجور. أيضا ما زاد الطين بلة هو الخرجة الإعلامية المستفزة للسيد الوزير والتي استفز فيها الأساتذة، وهو الأمر الذي نرفضه بالمطلق والمطلق، والذي يعني الشيء الذي أجج مجموعة من الاحتجاجات داخل صفوف جماهير الأستاذية التي طالبت بتمديد الإضراب، وهو الأمر الذي نبته التنسيقية بقلب صدر، على اعتبار أن الذي يقرر في هذه التنسيقية هم الأساتذة والقواعد ليس بالمفهوم القدحي وإنما بالمفهوم الإيجابي. ونجدد تشبتنا بملكنا المطلب الرامي إلى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج وضيف الأمور والاتفاق على مجانية التعليم. وعاشت التنسيقية